بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبنا الحلوين داخل مصر وخارج مصر وكل أنحاء العالم، بنحبكم كتير كتير كتير. طبعا اللي معانا جديد في القناة ما ينساش يعمل لنا لايك ويشترك في القناة ويفعل لنا زر الجرس عشان نستمر معاكم، وان شاء الله بكم نوصل للمليون. لولو هنا بتقول لكم ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا الشاطئ اهوت ما شاء الله، كان شاطئ 101. الشاطئ كان هادي جدا، بس الموجة هي اللي كانت عالية شوية اكيد في الشواطئ كلها، بس هو كان حلو لان لما تكوني انت مثلا معاكي عيال وكده فبتروحي شاطئ يكون هادي عشان خاطر الاطفال بتبقى هادية كتير عن الشواطئ التانية. فالجو هنا كان هادي جدا ما شاء الله، حتى عينك لو لعب قدامك بتعرفي تشوفيه. بس هي بعد كده بقى هتزحم، هو النهارده بس اللي كان هادي، وكان كمان الموج كان عالي النهارده. احنا قاعدين بقى كذا يوم مع بعض كده نفرجكم بقى على الايام وعملنا ايه. الشواطئ هنا بقى جميلة ما شاء الله، فيها كل حاجة بتتباع، مثلا كل حاجة ما شاء الله. لو ناقصك اي حاجة من نسيتي تجيبيها، مشابك نسيتي تجيبيها بتاخديها معاكي، بتشتريها برضك من هنا من على الشاطئ او بتروحي السوق او في اي حتة. لولو هنا كنت بقول لها دخلي لسانك عشان الهوا شديد قوي، فهي يعني فكر اللي هي كده بتاخد هوا. دي عسلية اهيت، ده بيبيع هدوم وده بيبيع عوامات. بيقولوا بالسلام عليكم وبتقول لكم ازيكم عاملين ايه. دي عوامات اهيت، اي حاجه بتحتاجيها بقى بيكون معاكي اطفال وكده. اما احنا اول يوم ما كانش معانا لو طفل واحد بس، فاما الباقي جولنا تاني يوم فكنا جايبين له برضو عوامه بطه كده، كانت شكلها جميل ما شاء الله. ودي شنط برضو معاهم، الشنط كل حاجه تلاقيها هنا على الشاطئ وانت قاعده. ولو حبيتي برضو تلفي في البلد كل حاجه موجوده في البلد وفي السوق وكل حاجه ما شاء الله. هنا اصلا كانت الموجة عالية اول يوم، كانت عالية جدا جدا، بعد كده بقى تبدأ اللي هي ايه تكون هادية. كنت هنا ببص على العيال بشوفهم راحوا فين، في شيء منهم نزل. اهم حاجة اما تكون مثلا رايحة تقعدي يوم ولا يومين طبعا ما تنسيش المشابك، في حاجات مهمة لازم تاخديها معاكي.
ما تنسيش تاخدي كذا كوبايه برضو ازاز، لان الكوبايات البلاستيك هناك غاليه وبتستهلكوا كتير فيها. هنا كانت ام الخلول معديه اهيت. مش عارفه الراجل ابو عجله ده بيبيع ايه. هنا خلاص نويت ان انا انزل البحر. نسيت ونزلت بالشبشب، فارجع اقلع الشبشب وارجع تاني والكروكس. حتى هنا وقت عربية حلبسة، مش عارفة ايه، بطاطا، كل اي حاجة ما شاء الله بتلاقيها في عربيات فول، عربيات لب وفول وسوداني، كله ما شاء الله. الاجواء هناك بتكون جميلة وحلوة وبكده بقى يكون الفيديو بتاعنا قرب ينتهي، ونشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. طبعا ما تنسوش بقى، ما تنسوناش بقى من اللايك والاشتراك وتفعلوا لنا زر الجرس عشان نستمر معاكم، وان شاء الله بكم نوصل للمليون.